بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، هاد الزواقة درتها بالطرسان والتعصاب كما تلاحظون. سأريكم الطريقة، إنها سهلة جدا وبسيطة. أول شيء نقوم برسم الزواقة على القماش كما تلاحظون باستعمال قالب، نقوم برسمه. بعد ذلك نمسك الطرسان كما كتشوفوا. سبق ونزلت لكم فيديو كيفاش دير التصاب بالطرسان. كما كتشوف كنشدو الطرسان هكا، كنبداو نفتلو فيه، والتصيبه ديالنا كتصايب بكل سهوله وبساطه كما كتشوفوا في الفيديو. بسيطه جدا وسهله، طريقه غير متعبه وما كتاخذش وقت بزاف. كما كتشوف اخي اختي الكريمه، نتمنى يعجبكم هذا الدرس وديروا الاعجاب بالفيديو، لان كل ما كان الاعجاب بالفيديو كلما ظهر الفيديو في محركات البحث. بعد ما لصقنا الزواقه ديالنا كما كتشوفوا، كنوليو ندوزو من موراها مفتل كما هو موضح في الفيديو هكذا. كما كتشوفوا ندوزو من موراها مفتل، ومن بعد هذا المفتل هذا غنوليو ان شاء الله ندوزو واحد الطرسان. ها هو دوزنا الطرسان هنا، شوف دوزنا الطرسان، درنا الكوزات ديالنا. حتى الكوزات راه سبق ونزلت فيديو كيفاش كنصايبوهم. كنصايبو الكوزات ديالنا كما كتشوفوا في الصوره، كنتبعوا غير الخط ستيلو اللي كنا رسمنا. كما كتشوفوا انا قررت نساليها هنا. كما كتشوفوا زواقه زوينه وسهله وما كتاخذش منك الوقت بزاف. هنا سالينا الزواقه ديالنا كما كتشوفوا، هبطناها بهاد البليبلات حتى لتحت باش نضيفوا الجماليه على القطعه. اذا كان هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى يكون الشرح ديالي يعجبكم واستفدتوا منه.